السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. آه طبعا انا عارفه ان اخر واحده عملت لكم مفضلات اللي هنخرج بيها من 2025 ل 2026. آه بس في مثل صيني بيقول ايه، تيجي متاخر احسن من انك ما تجيش خالص. فالحمد لله إن انا جيت، يعني فاضل 3 ايام على السنه او يومين، فربنا يستر بقى ان شاء الله. خليكم معايا كده وركزوا. النهارده يعني ايه، هحاول ما الاقيش يعني كل مثلا منتج هقول لكم مثلا كلمتين ثلاثه عليه كده، هحاول يعني على قد ما اقدر. فممكن الفيديو يطول مننا، الله اعلم. فهاتي كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، اي حاجه بتحبيها واشربي معانا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده، مهم. بصوا يا جماعه، هتكلم اول حاجه في مفضلاتي وليس عنايتي بشعري. خلاص، عنايتي ده هيبقى ان شاء الله فيديو تاني. بصوا يا جماعه، اول حاجه بالنسبه للشعر، اول خطوه بالنسبه لي لحد الان هي غسيل الشعر. محدش يجي يقول لي ايه، حمام كريم بقى، نبدا بحمام كريم وبعدين نخش نغسل شعرنا. لا، انا مش مقتنعه بالفكره دي خلاص، وكلمتكم عليها قبل كده في فيديو فات، فمش عايزه اتكلم عليها تاني. باختصار ما ينفعش احط، انا مش من المدرسه بتاعت حط حاجه وشعري مش نظيف، سواء حمام زيت او حمام كريم. لا لا لا. تمام، ماشي. طب انا احط دي هنا ايه، عشان بس انا حاسه ان انا عاوز بقى اقرب الحاجات دي كده عشان تشوفوا. فاول شامبو يا جماعه انا بحبه قوي قوي قوي، واتكلمت عليه كتير في فيديوهات كتير، وانا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، خايفه حد مثلا يقول ايه ده الشركه عارفه. والله العظيم الشركه ما تعرفش ان انا عايشه على كوكب الارض اصلا، يعني مش محتاجه ان انا احلف. طيب، الشامبو اسمه ايه؟ شامبو بليزا. جماعه الشامبو ده بجد بجد تحفه من تحف الزمن، تحفه من تحف الزمن، والله العظيم بجد حلو جدا جدا. اهو بصوا. طبعا كلمتكم عليه برضو في فيديو قبل كده. دي المجموعه الكبيره، ده 500 مللي، ده شامبو حبيب قلبي يعني. يعني يا بليزه، بليز اوعي تتغيري بجد. الشامبو حلو قوي يا جماعه، يعني من ناحيه كل حاجه، الملمس بتاعه والقوام بتاعه. بيعمل ايه بقى في الشعر يا جماعه؟ انا بعد ما بسرح شعري، بعد ما بغسل شعري بيه، شعري ناعم مترطب، مش ناشف، مش عامل كده، مش اما اجي اسرحه بيتسلك بسرعه، مش بيتقصف، الكلام ده كله. يا جماعه بجد المجموعه دي كان نفسي اديها فرصه، مثلا شهر شهرين اجربها. والله العظيم هي ما ادتنيش فرصه ان انا اديها فرصه. من اول مره النتيجه بتبان. يعني بصراحه والله العظيم لو الشركه دي تعرف انا بتكلم عنهم قد ايه، هيعملوا لي راتب شهري بجد. بس الحمد لله، يعني دي تجربه شخصيه ليا، عجبتني جدا جدا، فجايه انقلها لكم. الشامبو طبعا عجبني جدا جدا. تاني خيار للشامبو، عشان ما نرغيش، انا حاسه ان انا رغيت برضو. تاني خيار للشامبو اللي هو افريكانا. افريكانا يا جماعه مكتوب عليه اللي هو برضو خالي من المواد الضاره. طبعا خاله زيرو سولفات، زيرو بارابين، زيرو كلمه ثالثه كده مش عارفه اقراها بقالي كام شهر. هو بيقول لك بالارجان، ارجان اويل والبيوتين والكلام ده. طبعا انا مش مقتنعه باي حاجه بالارجان بقى ولا بزيت ولا يا جماعه الشامبو زي ما اتفقت معاكم ان هو للنظافه فقط. خلي كده الحاجات عشان تشوفوها. الشامبو نظافه فقط، بينظف فروه الراس. عايزه تشتغلي بقى يقول لك هيشتغل على فروه الراس، مفيش حاجه اسمها كده خالص. اللي هيشتغل على فروه الراس يا جماعه لوشنات، سبرايهات، زيوت خفيفه. يعني بقى انا ضد اي زيوت تقيله، الكلام ده كله. ده المدرسه بتاعتي، ده المنهج بتاعي، مش هغيره ابدا. كده خلصنا. 2 شامبو معاك، 2 شامبو بليزا وافريكان. مش عاجبك بليزا او مثلا متردده تستخدميها، هاتي افريكان. جربتي افريكان مش عاجباكي، هاتي بليزا. تمام. طيب، تاني بلسم. تاني حاجه قصدي خطوه، تاني خطوه اللي هي البلسم. برضو برضو بليزا. بلسم بليزا يا جماعه برضو هو البلسم الوحيد اللي خرجت بيه من 2025. انا كنت جايبه حمام كريم من ده افريكانا. اتفاجئت ان هو حتى مش عارفه عامله معامله البلسم، ولا ضعيف جدا جدا جدا. انا عايزه يا جماعه اقول لكم ان في ماركات بتبقى واخده صيت وسمعه فظيعه قوي، والاخر بتلاقيها يعني ايه، بلح، او مثلا يعني مش زي ما الناس بيقولوا خالص يعني. بس هل افريكانا كلها وحشه؟ هل بليزا كلها وحشه؟ لا طبعا، في وفي. فالبلسم اللي خرجت بيه من 2025 بليزا. انا جايبه الحجم الكبير والحمد لله ربنا سترها معايا. انا رحت جربت في الحجم الكبير وربنا سترها معايا وطلعت حلوه الحمد لله. طيب كده خلصنا من مش عارف، ما عنديش اوبشن تاني للبلسم. كده انا اخري 2 شامبو، 1 بلسم. طيب بعد ما خلاص ما عملنا البلسم بنعمل ايه؟ بنخرج بقى خلاص ننشف شعرنا بفوطه عاديه، بس هتعملي كده طبطبه بفوطه ميكرو فايبر. انا ما جبتهاش بصراحه، لان انا ايه، عندي كذا اوبشنات تانية. او مثلا بالفوطه العاديه بعمل كده، يعني انت مش لازم، يعني خلاص عرفنا الشعر بيتنشف ازاي، مش هتعملي كده يعني طبعا. طيب خلاص نشفنا الشعر بنسبه 70 ل 80%. لازم يبقى مندي يا جماعه، مندي مندي مندي. ماشي. طيب هنعمل ايه؟
باخد ليف ان. ليف ان برضو بشكر كل الناس اللي قالوا عليه ان هو حلو حلو يا جماعه فعلا. في ناس بقى بيأفوروا شويه. ده شكله. بص انا بعلمه له لان هو كل العلب بتاعته شبه بعض، بعلمه بالحته الخضراء بتاعته دي. في طبعا ناس بيأفوروا شويه يقول لك ايه ده ريحته بتقعد طول العمر معاكي. مفيش حاجه اسمها الكلام ده يا جماعه، يعني اخره ريحته هتقعد معاكي ساعه ساعتين وانا كده كرماه كمان. خلاص. ف بحط ليف ان على نقطه السيرم. طبعا اللي عارفني واللي متابعني يبقى عارف انا بعمل ايه. طيب هديكي سيرامات. عندي كذا خيار للسيرامات بصراحه. في السيرم بتاع بليزا، هو خفيف قوي قوي. اخفف لو انت شعر بيحب السيرامات الخفيفه يبقى ده هيناسبك قوي. حلو جدا جدا جدا. تاني اوبشن بتاع السيروليز، قوامه يعني ايه اكتر من الوسط سنه. الوسط بقى تريتو. تريتو وسط. سيروليز اتقل منه سنه. التلاته يا جماعه بيمشوا معايا، يعني التلاته بيمشوا معايا في الصيف وفي الشتاء. وفي كمان واحد تاني كمان بس ده تقيل قوي، ايه بخليه في الصيف شويه بصراحه. فدول 3 سيرامات روعه روعه روعه. شعرك خفيف، شعرك تقيل، شعرك بيحب الحاجات التقيله، بيحب السيرامات الخفيفه. الثلاث اوبشنات دول يعني اختاري منهم بقى زي ما انا قلت لك. اتقل واحد فيهم سيروليز. خلاص. تمام. بحط نقطه من ليف ان يا جماعه على نقطه من السيرم، واعمل كده واعمل بالذات على اطراف شعري الاول. الاطراف الاول يا جماعه بعدين تخش على ايه، على اول الشعر كده. لانك لو دخلت على الاول على طول من هنا هتلاقي شعرك لزق بقى نايم نومه، هيفضل نايم بقى لحد الغسله اللي بعدها. طيب بعد ما خلصنا الشامبو والبلسم والسيرامات والليف ان هنخش ايه في حمامات الكريم. طب هناخد بق كده يا جماعه، بقالنا يعني ربع ساعه ما خدناش بقات. طب يا جماعه بالنسبه لحمامات الكريم مش هتصدقوا بجد 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 وبجداره، والله العظيم يا جماعه بجداره بجد بجد. يعني مش عشان بس بشجع المنتج المصري والكلام ده، يعني الحمد لله كل المنتجات اللي هنا مصر يعني سبحان الله مصريه بجد والله. فتحيا مصر. دي اول حاجه. تاني حاجه هنشجع المنتج المصري. تالت حاجه هي ده كله جاي بالصدفه والله بالصدفه. فانا الحمد لله مبسوطه لان كان قبل كده بصراحه كنت دايما بشتري حاجات ماركات تانية بصراحه كانت بتبقى غاليه قوي، سواء فرنسي او صيني او ياباني او كوري. الكلام ده كله انتوا عارفين طبعا يعني. دلوقتي الحمد لله السوق المصري في المنتجات اللي بتاعه الشعر والبشره ماشي على خطى كويس. فاتفاجئت ان الاستاذ دوت حمام كريم الو ايفا. بص يا جماعه هم عاملين تقريبا ايه اربع نفس لاين بس باربع ايه خطوط كده، واحد اخضر واحد اصفر واحد ازرق واحد بينك زي ما انتم شايفين كده. والله يا جماعه كلهم زي بعض، يعني مثلا بيقول لك ايه واحد بالصبار واحد بالارجان واحد مش عارفه بايه، يعني كلهم زي بعض. بس انا ايه كنت اشتريت ده، اشتريته مره وكررته تاني لان خلاص يعني انا من النوع لما بشتري حاجه يا جماعه وطلعت كويسه ما عنديش اللي هو شغف ان انا اروح ادور على حاجات تانيه واقعد اكتشف كتير، يعني ما عنديش الحته دي قوي. فده لقيته ممتاز تحفه يا جماعه تحفه تحفه. فانا اعتمدته بصراحه. بعد ما بحطه بلاقي شعري ناعم وطري طري كده طري ويعني ايه. شفت عبد الحليم وهو بيقول لك على الخدود يهفهف، بجد بجد بيهفهف كده وطري وناعم وما بتقصفش ولحد اخر حته خالص في الشعر كده، مع ان انا صبغه شعري وعامله تريتمنت وحاجات كتيره قوي. فشعري بقى طري جدا جدا وممتاز بصراحه بالنسبه لي، حبيته قوي مش هغيره يعني. في حمام كريم تاني كان من المجموعه اللي هي اسمها بليزا. كنت انا قلت لكم يا جماعه اللي هو نص نص 7 من 10 يعني ايه. فده نديله 9 ونص او 10 بتاع الويفا، وده اديله 7 ماشي او 8. والله العظيم يا جماعه بجد تحفه تحفه برده عجبني. وساعات يعني ايه بزود ترتيبه شويه لان قلت لكم هو ترتيبه ضعيف نوعا ما. ممكن ازود مثلا نقطه زيت، نقطه زيت ليندو فيفي دول، زيت خروع، جايبه زيت خروع عضوي جميل قوي يعني لونه شفاف من كتر ما هو عضوي وحاجه نظيفه يعني. فانتوا يا جماعه استغلوا ويعني سوري يعني استنضفوا واستغلوا في الزيوت بالذات وحاجات البشره والشعر. خلاص كده ايه وصلنا لحمامات الكريم. طيب حمامات الزيت بقى في ماركه اسمها ايرا كير او تيرسز حاجه كده يعني مش عارفه الماركه يعني صعبه قوي في النطق. تيرسز دي حلوه. الحمام الزيت بتاعها تحفه يا جماعه، يعني ريحته جميله جدا جدا وخفيف جدا على فروه الراس. مجموعه من الزيوت اللي هي جميله جدا، زيتون واملج وجوجوبا وخروع وحاجات وزيوت عطريه يعني ايه. هو وليندو يعني بحيث تبقى ايه الريحه في الاخر حلوه، ما تبقاش بقى ريحه تقيله كده زي ريحه زيت الزيتون او الخروع او الكلام ده. لا زي ما قلت لكم الزيوت دي بتبقى معالجه بشكل معين ان هو جمعوا لكم شويه 6 7 زيوت مثلا وعالجوهم بشكل ايه خفيف، يخلوها خفيف كده على فروه الراس. لان انت لما تحط على فروه الراس زيت تقيل الشعر بيقع خالص يعني. يبقى كده معاكي اوبشنين اهو، ليندو وانا قلت لكم عليه قبل كده، وايرا كير من ماركه تيرسز حلوين قوي قوي يا جماعه. انتوا شايفين يا جماعه الحاجات ولا لا؟
في بقى ايه، شامبو تجاري بستعمله مثلا كل اسبوعين مره. انا رحت والله العظيم اخترته كده، عارف يعني اخترت لونه ومش عارفه ايه يعني. ما ركزتش في حاجه يا جماعه، الشامبوهات التجاريه كلها زي بعض. انا جبت لوريال، عايزه تجيبي سباركل جيبي، سانسيلك جيبي، فاتيكا جيبي، كله زي بعضه. التجاري يا جماعه كله ما شاء الله زي بعضه، يعني زي الزفت. كده كده هيوقع لك شعرك وهينشفه لك والكلام ده. فانا رحت جبته ايه، عشان لازم من كل اسبوعين او 3 او كل 10 ايام بغسل شعري بيه. هل بغسل بيه كده؟ بصوا يا جماعه، بصوا لو عملتوه كده تقيل جدا جدا جدا. هل بيه بغسل بيه كده واحطه على شعري كده؟ لا طبعا، كده ده يدمر شعري بعد اللي انا عملته كله ونضفته وصلحته وعملت التقصف والعشان وكله، ده يبوظ لي الدنيا لو حطيته كده سك كده. بعمل ايه؟ وانا قلت لكم على اللي انا بعمله قدامكم. بحط منه شويه ميه على شويه شامبو على شويه خل. طبعا الخل يا جماعه ما راح هتستغربوا، الخل بيشيل القشره، معقم ومنظف لفروه الراس، بيخلي فروه راسك دي بعد ما حطيتي بقى عليها منتجات كتير بقالك اسبوع او 10 ايام بتحطي منتجات وايه وبتستخدمي شامبوهات خاليه من السلفات والبرابين والكلام اللي هو بينظف من العمق ده. ف فالشامبو ده اللي انا عاملاه ده بصراحه مظبط لي الدنيا برده كل 10 ايام يا جماعه او اسبوعين. هعمل لكم فيديو تاني هتقولي لي طيب طب ليه بتستعمليه كل اسبوعين مثلا او كده؟ هقول لكم فيديو تاني مهم جدا جدا عن غسيل الشعر، لان انا اكتشفت حاجه مهمه جدا جدا. استنوني يا جماعه بجد، يعني هتستفيدوا قوي قوي والله. تريكه برضو انا اللي اكتشفتها من نفسي الحمد لله، واعوذ بالله من كلمه انا. بس انا خلاصة سنتين استشفيت حاجه من شعري والنتيجه بتاعته، ولقيت ان هو مش بيتطور بسبب تريكه كانوا الدكاتره والاخصائيين البشره والشعر كانوا قالوا ايه. تريكه مش هقولها دلوقتي، مش هحرقها دلوقتي. فاستنوني فيديو تاني ان شاء الله هقول لكم عليه. طيب في حاجه تانيه ناسيها. في حاجه معينه يا جماعه كده، اول مثلا انت خلاص لفيتي شعرك الطاقيه بعد ما عملتي، حطيتي مثلا ليف ان او سيرم او لو مثلا انت مالكيش في التركه دي بتحطي ليف ان لوحده او سيرم لوحده او الاثنين على بعض. انت مثلا تاني يوم او تالت يوم شعرك عايز يترطب او عايز يتسرح، اوعي 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 تسرحيه وهو ناشف. لازم ترش عليه شويه ميه كده. والله انا ساعات بقول لكم برش من هيلورونيك اسيد الغلابه ده، انتوا شفتوا الفيديو بتاعه. ارش كده وبعدين اقوم جايه مثلا حاطه نقطه سيرم لو شعري محتاج ولو مش محتاج ممكن بس ابدا خلاص. هو اصلا بيرطب فيه جليسرين وفي فيتامين ه او اي وميه ورد. تمام. حد يقول لك ميه الورد بتسد المسام؟ يا جماعه مفيش حاجه اسمها الكلام ده. هو انت يعني ده هو هتحطيه وهتنشف في ثانيه، ولا بتسد مسام ولا بتاع. اهم حاجه بس هتلاقي وانت بتسرحي شعرك تبقى شعرك طري. لو ناشف وسرحتي كده هتقصف خالص، هتلاقي عندك مروحه هنا بعد كام شهر ولا حاجه. والله مش كام شهر، بعد اسبوع. طب يا جماعه يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. دي مفضلاتي ومالناش دعوه باللي بيقع. وهعيد تاني بسرعه: شامبوهين، 2 شامبو بليزا وافريكانا، 1 بلسم بليزا، سيرامات يعني طلعوا 3 معلش 3، سوريليز تريتو اللي هو برضو ايه من بليزا، بتاع بليزا، ليف ان واحد فقط اللي هو من افريكانا، حمام زيوت 2 ليندو وبتاع ايراكير ده برضو شكله قصدي حمام زيت، سوري حمام زيت. وبالنسبه لحمام الكريم بتاع بليزا وبتاع ايفا رقم 1، ايفا رقم 1 خلاص. ودوت الشامبو زي ما قلت لكم كده، اي شامبو تجاري يا جماعه اللي يعجبكم زي ما قلت لكم، مره كل 10 ايام او مره كل اسبوعين كده يعني. يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا شايفين المنتجات وكده يعني. ولو وصلتوا للجزء ده من الفيديو بليز اعملوا لايك واشتركوا في القناه، لان ان شاء الله هعمل لكم دلوقتي. انتوا عارفين ان انا متفقه معاكم من الاول ان انا هعمل سلسله بتتكلم عن الشعر وجمال الشعر، ونحن هنصلحه لحد ما نوصل لرمضان شعرنا يبقى اخر ظهرنا. الحمد لله انا ماشيه بخطى سليمه. عايزه تتابعيني هتكسبي، مش هتتابعيني الله ينور طريقك بقى. يلا يا جماعه بجد بجد اعملوا كومنت حلو واكتبوا لي لايك، ولو حد مجرب الحاجات دي اكتبوا له برده في التعليقات. يلا مع السلامه يا حلوين. مش عارفه اقوم يا حلوين. مع السلامه.